لو راجعة بقى من الشغل مستعجلة ومحتارة تعملي ايه على الغدا، فجربي الوصفة اللذيذة دي. بسم الله. كده معانا بصلة هنجيبها ونقطعها مكعبات كده، بعدين هنحطها في الكبة، هنحط عليها معلقتين من المية. حطينا المية علشان احنا عايزين البصل يتعصر معانا ناعم خالص، علشان احنا هناخد مية البصل دوت. بعد كده بقى هنجيب مصفى وهنصفي البصل. طبعا تفل البصل ده احنا مش هنرميه، هنستخدمه ان شاء الله في وصفة تانية. هنعصر بقى البصل كويس كده. بعد كده بقى هناخد المية، هنحطها في بولة، ننزل بقى بالتوابل اللي هي عبارة عن ملح وفلفل وبابريكا وصويا صوص وجنزبيل وروزماري. هنقلبهم كويس. بعد كده هننزل بكيسين من الكاتشب او معلقتين من الكاتشب. ويفضل في الوصفة دي لو متوفر عندك صوص الباربيكيو بيبقى حلو معاها، بس انا للاسف ما كانش عندي فحطيت بداله كاتشب وكان حلو برضو. هنقلب المكونات بقى كويس. بعد كده بقى هيكون عندنا صدور من الفراخ اي كمية طبعا انت حباها. انا هنا عملت صدر فرخة، جبتها كده وبدأت اعمل فيها فتحات كده علشان خاطر التتبيلة تدخل فيها وتديلها طعم حلو. بعد كده بقى هنجيب صدور الفراخ وننزل بيها بقى في التتبيلة. ويفضل طبعا ان انتي تسيبيهم في التتبيلة دي ليلة كاملة او لتاني يوم، بس انا صراحة كنت مستعجلة ومحتارة طبعا اعمل ايه على الغدا، فسبتهم صراحة ساعتين. بعد كده بقى حطيت طاسة كده على النار، حطيت فيها معلقة من الزيت ومعلقة من السمنة. وبعد كده بقى هننزل بصدور الفراخ علشان طبعا هنحمرها، ونحمرها بقى تحميرة كويسة كده. بعد كده برضو نزلت بفصين من الثوم وعود من الروزماري. لو مش متوفر عندك الروزماري عادي ممكن تستغني عنه. هنسيبها بقى لحد ما تحمر كويس، مش هنقلبها لحد لما تحمر معانا وتبقى معانا كده بالشكل دوت، اللي تاخد معانا بقى اللون الجميل المحروق دوت كده. هنقلبها بقى على الجنب التاني برضو عشان تاخد نفس اللون. ما نستعجلش عليها لحد ما تحمر كويس. بعد كده بقى نزلت بباقي التتبيله كده اللي كانت فاضله عشان خاطر تديها لون حلو كده. وبعد ما احمرت معانا بقى كويس كده هننزل عليها بربع كوبايه من الميه علشان خاطر تستوي، وهنغطي عليها. بس طبعا كل شويه طبعا بنقلبها على الجنب التاني علشان تاخد معانا نفس التسويه. هي على فكره مش بتاخد وقت يعني طويل في التسويه، وما تزوديش اكتر من ربع كوبايه ميه. هنا بقى كانت قربت تستوي معانا وبدأت تشرب كده كمية السوائل اللي احنا حطيناها بالشكل ده كده. وده طبعا الإدام اللي نزل من الفراخ. هنسيبه برضو فيها شوية علشان برضو تحمر معانا كويس. وأول ما بتحمر معانا بنطلعها ونسيبها تبرد خالص قبل ما نقطعها. وكان شكلها معانا كده بعد ما جهزت. عملنا بقى معاه حاجة بسيطة كده برضو، صينية بطاطس وصينية رز معمر كده. وكانت دي وصفتنا النهاردة، سهلة وبسيطة كده واقتصادية وخفيفة. حابة تسيبيها صحيحة زي ما هي كده عادي، حابة تقطعيها كده، بس لو هتقطعيها كده سيبيها تبات في التلاجة يوم على الأقل علشان خاطر ما تنهريش معاكي. يا رب النهارده وصفتنا تكون عجبتكم، وان عجبتكم تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة، واشوفكم في وصفة جديدة على خير ان شاء الله.